قرب 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 افتح عليه مرزقه كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا باشا. بقول لك يا كبير، عايز قميص كده، حته حلوه، حاجه اروح بيها الجامعه، اخرج بيها كده يعني. اه طبعا يا بيه، عندي ليك قميص، بص ما حصلش هاخد منك حته. اه والله تصدق شكله حلو. شفت بقى، ده ميد ان شاينا يا معلم، طلع صيني. ايوه يا بيه، وماله الصيني؟ ما هو كل حاجه النهارده بقى الصيني يا باشا. العده اللي في ايدك دي الصين، الساعه الصين، النضاره الصين، عدم المؤاخذه يا باشا الصحون والاطباق برضه الصين. اه والله بس بلا بتاع مفيش وقت عندي يا باشا عشان عندي شغل. بس قرب قرب قرب. الحضارة الصينية من أقدم الحضارات، ومن آلاف السنين وهم عندهم نظام، سواء نظام في الحكم أو نظام في الزراعة أو حتى نظام في إن هم ينسقوا حياتهم في القرى. وتقريبا عرفوا الزراعة قبل المصريين. يعني مثلا في سنة 2000 قبل الميلاد كان عندنا هنا في مصر بطليموس الأول، لكن في الصين كان في الإمبراطور تشين شي هوانج، وده أول واحد وحد الصين، وهو برضو اللي بدأ في بناء سور الصين العظيم، وهو المشهور اللي كلنا عارفينه لحد دلوقتي. وبعد كده جت سلالة هان، ودي السلالة اللي زودت الرقعة الصينية وزودت مساحة الصين كدولة، وزودت برضو العلاقات بين الصين ودول أوروبا كلها، وخلت الصين حرفيا الممر الرئيسي لكل تجار العالم، سواء كانوا بيبيعوا حرير، بخور وعطور وحاجات تانية كتير. وكانت الصين في الوقت ده زي ما تقول كده بالنت بتاع زمان. بعد كده جه سلالة تانغ وسونغ، والسلالة دي كان ساعتها العصر الذهبي حرفيا للصين، لأنهم كانوا من أحسن الناس في كل حاجة، اتقدموا في الفلك وفي الطب وفي الهندسة وفي الكيمياء، لدرجة إن هم في الوقت دوت كانوا اخترعوا البارود، واللي كان ساعتها بيسمى بالذهب الأسود. طبعا هتقول لي دولة بكل التقدم دوت عايزة إيه تاني من الدنيا؟ أقول لك ما هو لازم يبقى فيه بلوت تويست، وما أنا هنا بعمل إيه؟ في بداية سنة 1200 ميلاديا الصين دخلت في غيبوبة ضعف وفساد داخلي، ده غير كمان الغزوات اللي المغول كانت بتعملهم عليها، وأشهرهم غزوات جنكيز خان وكوبلاي خان. وعلى فكرة المغول هم مش الصين، هم قبائل مغولية من شمال شرق آسيا، يعني هم فوق الصين على طول يعني شوية كده. وفي الفترة دي الصين دخلت دوامة من الفساد والانهيار الداخلي والخونة. في القرن ال19 كان حرفيا قرن الذل والضعف للصين، لأن أوروبا بدأت تاخد بالها إن في قوة ممكن تبقى قوة عظمى وتنافسها، وخصوصا بريطانيا. وبريطانيا تقرر إن هي تروح للصين وتجبرها على إنها توافق إن هي تتاجر في الأفيون. وتخيل لما الصين رفضت إن هي تتاجر معاها، دخلت معاها في حروب اتسمت بحروب الأفيون، وللأسف الصين خسرت لأنها في الفترة دي كانت أصلا مضطربة داخليا. وكتبوا اتفاقيات، ومن ضمن الدول اللي كتبت اتفاقيات مع الصين بالغصب معظم دول أوروبا وتقريبا أمريكا واليابان. وكان الهدف من الاتفاقيات دي ان هم ياخدوا صلاحيات ان هم يخشوا الصين وياخدوا مناطق يستغلوها لمصلحتهم. والوضع ده طبعا ما كانش عاجب الشعب الصيني، وبداوا يعملوا ثورات، واشهرها كانت ثوره سون يات سي، كانت في سنه 1911. وبسبب الثوره دي اسقطوا اخر امبراطور، وساعتها انتهى الحكم الامبراطوري في الصين. بس برضو ما ننساش ان الاوضاع الداخليه ما كانتش لسه احسن حاجه، كان لسه في حرب اهليه بين الوطنيين بقياده تشانغ كاي شيك ضد الشيوعيين بقياده ماو سي تونغ. وطالما جبنا سيرة ماو فلازم نقف شوية. بالرغم من ان في الحرب العالمية الثانية الحزب الشيوعي هو اللي انتصر، وماو اعلن قيادته الجمهورية الصينية الشيوعية، إلا إن في الوقت ده ماو كان بيرتكب أبشع الجرائم في حق شعب. ماو ما كانش قائد مجيد زي ما الصين مصدرنا صورته دلوقتي، أو بمعنى أصح زي ما الحزب الشيوعي عايز يعرفنا ماو ده كان إيه. نفسه إن هو ينافس أمريكا وأوروبا، خصوصا في إنتاج القمح والصلب، ويبقى قوي اقتصاديا زيهم. عامل كده زي المدير اللي نفسه يحقق التارجت بس هو ما يعرفش يحققه ازاي، فبيبدا يدي تاسكات للناس ويكتشف ان هو بدل ما حقق التارجت هو خسر التارجت والماتيريال والناس اللي معاه. وده اللي ماو عمل، حبس الفلاحين في القرى الزراعيه، وكان مطلوب من كل فلاح انه يجمع نقط على اساس شغله. يعني شوف انت هتعمل عملك بمقدار قد ايه، هنديك نقط، والنقط دي علشان في اخر اليوم تيجي تاخد 250 جرام اكل بس، يعني ربع كيلو اكل بعد شغل يوم بحاله. تخيل يوم شغل متعب من الفجرية لحد المغرب، وكل ده وانت عايش على 250 جرام بس من الأكل. ازاي؟ أنا معرفش، كفي نفسك. ولما بدأ الفلاحين والمثقفين والعمال إن هم يعترضوا، كان ماو بيسمعهم، بس كان بياخدهم ويوديهم في أماكن كده مخصصة ليهم هم بس، يقول لهم انتوا انتمائكم مش قد كده تجاه الشيوعية والحزب بتاعنا، فيوديهم لمكان علشان يسطبوا لهم الشيوعية اللي هم عايزينها، علشان النسخة اللي عندهم بايظة.
إن هم مش مواطنين صالحين بيدعموا الشيوعية بتاعته. ده غير كمان في الوقت دوت، في نفس وقت الحرب العالمية التانية، الوقت ده كانت الصين حرفيا معزولة عن العالم، وفي الوقت دوت حصلت مجاعة راح ضحيتها 55 مليون شخص. انت متخيل الرقم؟ رقم كبير. الحرب العالمية التانية بجلالة قدرها ما راحش ضحيتها ربع الرقم ده حرفيا، لدرجة إن ماو استخدم فيما يسمى بالجيش الأحمر، واللي هو كان عبارة عن أطفال كلهم تحت سن ال16 سنة، وكان بالنسبة لهم البطل القوي المحارب الشجاع اللي بيساعد بلده في إن هي تنهض، وهو أصلاً رئيس جمهورية الصين، فكلامه كان مسموع، وكان الشباب الصغيرين دول سهل إنك تأثر عليه. خلى مهمتهم إن أي حد يعترض على ماو يتخذوا معاه الإجراء اللازم، سواء ده كان مدرسه أو دكتوره أو حتى أبوه، لدرجة إن في جامعات الدكاترة اللي فيها انتحروا علشان ما يشوفوش الذل ده. طبعا زي ما انت شايف ان ماو كان كارثة على الصين حرفيا، بس طبعا برضه ماو كان رئيس الحزب الشيوعي ورئيس جمهورية الصين، فالصين بتذكر ماو على انه بطل وطني ورمز للقوة والنصر، وطبعا ما قدروش يذكروه على انه وحش كان اي حد بيعارضه كان بياخده ويعمل معاه اللازم. وعلى فكرة برضه لحد دلوقتي أي حد بيحاول يدعبس ورا ماو أو يعرف إيه الحكاية أو يحاول يذكر التاريخ بجد ويقول إن الراجل دوت ما كانش كويس، يا إما بيتعرض إن هو يتحول للتحقيق، أو بياخدوا المذكرة بتاعته أو البحث اللي هو نشره ويقولوا لك البحث ده تحت المراجعة وإنت تحت التحقيق، وكلك على بعضك كده بحواراتك بسلطاتك ببغنوجك مش عاجب. أنا حر يا أخي. النهضة الحقيقية بدأت للصين بعد ما ماو مات، وجه بعده دانغ شاو بينغ، جه في السبعينات، والراجل ده حرفيا غير كل حاجة. وكانت مقولته الشهيرة إن مش مهم القطة بيضة ولا سودة، المهم إنها تعرف تمسك الفار. وكان قصده هنا إن مش مهم النظام إيه، المهم إنه يقوم الاقتصاد بتاع البلد. والراجل ده فتح الصين على العالم وسمح بالاستثمارات الأجنبية في الصين، وعمل مناطق اقتصادية مخصوص للصناعة، ومن هنا الصين بقت مصنع العالم الجديد، بقت تنتج كل حاجة حرفيا من الإبرة للصاروخ. وعلى فكرة الصين لحد دلوقتي هي مصنع العالم الفعلي، ومش بس كده، دي مركز معظم الاختراعات، علشان عندهم معظم الشركات التكنولوجية الضخمة زي علي بابا وتينيسنت وهواوي، وعندهم برامجهم الخاصة، ما عندهمش واتساب زي اللي عندنا. ده غير كمان ان الشبكة اللي عندهم 5G، صناعات فضاء عندهم بقى تلاقي، تطورات عسكرية تلاقي. ده غير كمان ان هم عندهم احسن نظام امن وحماية، عندهم كاميرات في كل حتة حرفيا، كل خطوتين في كاميرا انت متراقب، فكل خطواتك متراقبة وعارفينك وهنجيب. والصين حاليا هي رقم 2 في الاقتصاد في العالم بعد أمريكا، وبيتوقعوا في خلال 10 سنين لو الصين فضلت ماشية بنفس التطور اللي هي فيه ده، هتبقى الصين رقم 1 في الاقتصاد في العالم، لأن هم مش بس بيحاربوا أمريكا تجاريا، لا ده بيحاربوها تكنولوجيا، وفي حرب تكنولوجية بين الصين وأمريكا من زمان. ده غير النفوذ السياسي اللي الصين بتعمله في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأمريكا نفسها بدأت تخاف بجد، لأن الصين مش بس بتنافس، لأ الصين عندها نموذج سلطة قوي. ده غير الانفتاح الاقتصادي اللي حصل للصين مرة واحدة وخلاها تتقارن بدولة زي أمريكا. وأخيرا وصلنا للسؤال اللي هو المفروض محور حلقتنا النهاردة، هل الصين بقت أقوى دولة في العالم ولا لسه؟ وفي الحقيقة الإجابة على السؤال دوت معقدة شوية. فمن ناحية التكنولوجيا والتجارة والصناعة فالصين سبقت دول كتيرة جدا، بس لسه ما سبقتش أمريكا. ومن ناحية القوى الناعمة والديمقراطية فأمريكا لسه برضه في الأول. ومن ناحية القوى العسكرية فزي ما بيقولوا إن أمريكا هي لسه أقوى دولة في العالم علشان معاها حبة حاجات كده. وفي رأيي أنا شخصيا إن الصين هي أقوى دولة مستقلة، وده بسبب إن هي عندها نظام داخلي خاص بها هي، ما جابتش نظام من بره وقلدته، وعندها مواردها الطبيعية اللي تقدر تخليها تنتج كل حاجة لنفسها وللعالم من الألف للب. بس برضه ما نقدرش نقول إن الصين أقوى دولة في المطلق. ليه؟ لأن في أقوى منها اللي هي أمريكا. بس برضه ما نقدرش ننسى إن الصين أبهرتنا بإن هي إزاي رجعت من الإضمحلال والضعف والذل اللي هي كانت فيه لدولة من أقوى الدول في العالم، دولة مستقلة ذاتيا مش معتمدة على أي حد من الدول، لا ده بالعكس، ده الدول هي اللي محتاجة الصين، لأن الصين رجعت تاني زي الأول في العصر الذهبي بتاعها زمان، رجعت قطب من أقطاب العالم. وبس، ده كان شوية كلام وسلام.